تعالوا نرجع لسنة 1990. اتفتح أول فرع لماكدونالد في موسكو في قلب الاتحاد السوفيتي. الناس كانوا واقفين في طابور طوله 2 كيلو متر علشان ياكلوا برجر، في وقت كانت الجبنة فيه مش متوفرة بسهولة والعيش عليه طوابير. بس السؤال مش هما ليه أكلوا البرجر، السؤال ليه نجح ماكدونالدز في مكان ما فيهوش ثقافة البرجر من الأساس. المفاجأة إنه محدش كان هدفه يشتري برجر، الهدف كان إن هو يعيش التجربة. وورا التجربة دي في 7 حاجات بسيطة بيسموهم في التسويق ال7 بيز. النهاردة في قهوة المندوبين مش هنتكلم عن نظريات جامدة، لا، هنفك كل بي واحدة واحدة ونتعرف عليهم أكتر. هنقول لك ليه مهمة وإزاي تطبقها في شغلك. أهلا وسهلا بيكم، معاكم ريمون إبراهيم وحلقة جديدة من قهوة المندوبين. هات كوباية الشاي أو كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندردش. تعرف إن 73% من الناس اللي بيكرروا عملية الشراء مش بيكرروها علشان المنتج، ولكن علشان يعيشوا التجربة. ولو التجربة كويسة بيكون في زيادة 40% في نسبة رضا العملاء. ده مش كلامي، دي دراسة اتعملت سنة 2018 في PwC. البيز اللي بنتكلم عليها النهاردة دي بيسموها الماركتينج ميكس. ببساطة هي الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة بعد كده، وبالتالي لازم الأساس ده يكون مربوط ببعضه كويس جدا ويكون قوي علشان كل حاجة تتبني عليه صح، وإلا المبنى كله ينهار. أو زي الخريطة اللي بيستخدمها أي شخص ناجح علشان يوصل خدمته أو منتجه للناس بطريقة صح. لو الخريطة دي مش واضحة انت التوه والناس كلها التوه، محدش يوصل له أي حاجة. الفكرة بدأت سنة 1960 لما عالم تسويق اسمه جيروم ماكارتي قال انه اي منتج علشان ينجح لازم يدور حوالين 4 حاجات اللي هما ال4 بيز: برودكت، برايس، بروموشن، بليس. وبعدين جه فيليب كوتلر ابو التسويق الحديث طبعا ونشر الفكرة دي في كتابه ماركتينج مانجمنت، واللي لسه بيتدرس في كل كليات إدارة الأعمال. تعالوا نتعرف على ال4 بيز ونفهمهم واحدة واحدة. أول حاجة هي البرودكت أو المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها. مش بس المنتج المادي، لا، لو شغال في التعليم منتجك هو الكورس، لو شغال في مستشفى منتجك هو الرعاية الصحية والأمان. المهم ان انت لازم تكون عارف المنتج بتاعك كويس جدا من الناحية التقنية ومن الناحية العلمية، ولازم تكون فاهم ايه المشكلة اللي بيحلها المنتج ده عند العميل وبيختلف ايه عن غيره لو في غيره في السوق. مثلا انت لما بتشتري اي موبايل ايفون او سامسونج او غيره مش بتشتريه علشان فيه كاميرا اكس ميجا بيكسل وجامدة جدا، لا، انت بتشتري الموبايل علشان توثق اللحظات الحلوة اللي في حياتك بجمال وسهولة. محدش بيشتري مروحة او تكييف، الناس بتشتري الهروب من الحر. محدش بيشتري كورس اونلاين، الناس بتشتري فرصة لشغل او ترقية. علشان تطبق ده في شغلك اسأل نفسك ايه القيمة الحقيقية اللي في المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها، ايه الكور فاليو بتاعها. يعني انا مش ببيع تأمين، انا ببيع راحة، ببيع امان، ببيع مستقبل. هو ده الكور فاليو اللي انت لازم تفكر فيه وتكون عارفه كويس للمنتج او الخدمة اللي بتقدمها. تاني بي هي البرايس او التسعير، وطبعا ده فيه قصص كتيرة وتفاصيل كتيرة وانواع كتيرة، ممكن نبقى نعمل له حلقة مخصوص نتكلم فيه بالتفصيل. ولكن اللي لازم تعرفه ان سعر المنتج اللي انت بتحدده بيتحدد عليه بعد كده حاجات كتير. زي ما قلنا ده الاساس اللي بيتبني عليه حاجات كتيرة جدا، هم البيز دول. بيتحدد عليه حاجات زي الدعاية وتارجت العملاء، مين العملاء او الكاتيجوري اللي انا هشتغل عليه،
اماكن البيع، اماكن الاعلانات، وحاجات تانية كتير. عشان تعرف تحدد سعر ببساطة، هو ممكن يتحدد على الكوست والكومبيتيشن او السوق اللي انت فيه والميزة اللي بتقدمها العميل. السعر مش رقم، السعر ده رسالة انت بتوصلها للعميل اللي قدامك. في دراسة من نيلسون بتقول ان 65% من العملاء مستعدين يدفعوا سعر اعلى لو اتضح ليهم ان المنتج ده هيوفر عليهم وقت او مجهود او فلوس على المدى الطويل. ستاربكس مثلا سعرها عالي، بس الناس لما بتروح لستاربكس مش بيروحوا علشان يشربوا قهوة، هو بيروح علشان الكرسي المريح، الوقت اللي بيحس فيه ان هو مميز. ممكن يكون بيروح علشان يركز، وطبعا في ناس بتحب تروح ستاربكس عشان الواجهة الاجتماعية ويبقى شكلهم حلو، يعني زي ما بيشتروا الموبايل ايفون علشان التفاحة. عشان تطبق ده في شغلك ما تقدرش السعر من فراغ، ما تحطش اي سعر وخلاص. ولما تيجي تتكلم في السعر دايما اربطه بالميزة اللي العميل هياخدها. ممكن تقوله مثلا ده هيوفر عليك 2000 دولار في خلال سنتين، في خلال 10 سنين، بدل ما تقوله ده ثمنه 500 دولار. او ده هيوفر عليك وقت، او هيوفر عليك مجهود، او ده هيخلي العميل بتاعك يرجع لك تاني ويشكرك، وبالعكس ده مش هيرجع لوحده، ده هيرجع وجايب عملاء معاه. حتى لو السعر مش في ايدك لازم تتعلم تدافع عنه. ومهم جدا انك ما تخليش السعر هو الميزة بتاعتك. السعر ده بعد ما العميل يكون مقتنع بالمنتج، بعد كده تقول له وكمان السعر بتاعه كذا. ده بيسميه زي ما قلنا قبل كده add on value. العميل مش بيدفع علشان المنتج بس، هو بيدفع علشان القيمة الكاملة اللي هياخدها لما يشتري المنتج. تالت بي هي البليس. يا ترى فين هلاقي العميل؟ هل العميل هيطلع لي من تحت، هيجي لي من الشمال، ولا هيجي لي من اليمين، ولا يا ترى هيجي لي من فوق؟ او فين العميل ممكن يلاقيني؟ وده طبعا مرتبط بالسعر. ما ينفعش يكون سعر المنتج بتاعك عالي ويكون المنتج بتاعك متواجد في المحلات الصغيرة اللي في المناطق الشعبية، لأن العميل بتاعك مش هيكون هناك. والعكس صحيح، ما ينفعش يكون المنتج بتاعه سعره قليل وتكون انت في أماكن بريميوم، لأن برضو العميل بتاعك مش هيكون هناك. ساعتها هتكون بتدفع فلوس كتير ولكن المبيعات بتاعتك هتكون ضعيفة. في دراسة من ماكنزي بتقول ان الشركات اللي بتقدر تفهم قنوات تواصل زباينها كويس بتحقق مبيعات اعلى بنسبة 30%. يعني مثلا امازون نجحت مش عشان عندها منتجات قوية، بس هي نجحت علشان جابت لك المتجر بتاعها لحد باب البيت. عايز ترجع نرجع لك. عشان تطبق ده في شغلك، لو جمهورك موجود وبيشتري من على التيك توك او انستجرام، ما تضيعش وقتك في اعلانات الجرايد. رابع بي هي البروموشن او الدعاية. دي مش اعلانات، ده حوار. ازاي توصل رسالتك التسويقية والبيعية لجمهورك والعملاء بتوعك وهم فين؟ يعني مثلا رولز رايس مش بتعمل اعلانات، ونادرا لما هتلاقيها دخلت في فيلم، لان العملاء بتوعهم مش بيقعدوا يبصوا على بروشورات عربيات ولا بيتفرجوا على التلفزيون كتير. على عكس براندات كتيرة زي كوكاكولا وبيبسي وشركات الاتصالات وغيرها، تلاقيهم بيعملوا اعلانات ومتواجدين كتير جدا، وتلاقيها في كل حتة في افلام ومسلسلات زي فيلم عسل اسود واتصالات. في دراسة من إيدلمان تراست بارامتر بتقول ان 81% من الناس بيثقوا في التوصيات او المحتوى التعليمي اكتر من الاعلانات. زي مثلا نتفليكس لما بتبعت لك اي ايميل بخصوص الدعاية زي ما كنا بنتكلم، مش بتبعت ايميلات عشوائية، بتبعت تقول لك عايز تكمل مسلسل كذا او كذا، بيكون الاعلان او الايميل مخصص وشخصي. عشان تطبق ده في شغلك لازم تكون محدد وتخلي رسالتك واضحة شخصية ومرتبطة بحاجة العميل ومكان تواجده. بس في حاجة، الفور بيز دي تم ابتكارها في زمن كان فيه بس منتجات ملموسة، تليفون، عربية،
شوكولاتة وغيرها. بس لو عندك خدمة بنك، مستشفى، كورسات، او حتى اوبر، الفور بيز هنا مش كفاية، لان الخدمة مش ممسوكة مش ملموسة، واهم حاجة فيها الانسان والتجربة والثقة. عشان كده في سنة 1981 بومز وبيتنر قالوا خلونا نضيف 3 عناصر زيادة عن الفور بيز، وكده بقت ال7 بيز. تعالوا نعرف ايه ال3 بيز اللي اتضافوا جديد. ال3 بيز اللي اتضافوا هم people، process والphysical evidence. تعالوا نتعرف عليهم. خامس بي هي البيبل. دي اهم حاجة في عالم الخدمات، لان العميل مش بيشتري من شركة، هو بيشتري وبيتعامل مع انسان. ودي مشكلة بتقع فيها شركات كتيرة جدا، انه الموظفين بتوعهم او الناس اللي شغالين في الشركة مش مدربين ومش مؤهلين ان هم يعرفوا يتعاملوا مع الناس في بعض المشاكل. في دراسة من PwC بتقول ان 33% من الزباين بيغيروا الشركة اللي بيتعاملوا معاها حتى لو المنتج كويس، لو لقوا تجربة شخصية سيئة، او الشخص المسؤول عنهم او اللي اتعامل معاهم ما كانش على المستوى اللائق. والعكس صحيح، لو المنتج او الخدمة بجودة متوسطة ولكن الشخص اللي بيتعاملوا معاه بيحل لهم المشاكل وبيساعدهم والى اخره، هيكملوا مع هذه الشركة. زي مثلا ستاربكس، تلاقي الموظف بيكتب لك اسمك على كوباية القهوة عشان تحس ان انت مش مجرد رقم ولا اي واحد عادي داخل، انت شخص مميز. والاعلان بتاعهم اللي موجود دلوقتي بتاع الاصلي، هو عايز يقولك انت شخص اصلي، انت شخص متفرد، مفيش منك اتنين. واهمية البيبل بتبان قوي لو انت في مجال الدعاية والبيع، لان وجودك انت شخصيا هو اللي بيفرق الشركة بتاعتك عن اي شركة ومنافس في السوق. انت اللي بتعمل الفرق. عشان كده الشركات لازم تفكر كويس جدا في اختيار الناس اللي بيعينوها، وتفكر ازاي تعلمهم وتطورهم علشان يكونوا على اعلى مستوى، علشان فعلا يكون هو الاساس وهو اللي بيفرق. عشان تطبق ده في شغلك حتى لو شغال لوحدك، لازم تعرف ان انت البي بتاعت البيبل. طريقة كلامك، احترامك، استجابتك، سرعتك في الاكشن، دي كلها تسويق بينعكس عليك وعلى شركتك. سادس بي هي البروسيس او الاجراءات، وهي رحلة العميل من ساعة ما بيشوفك لحد ما بيخلص ويشتري، وساعات بتبقى ما بعد البيع كمان. في دراسة من فورستر ان الشركات اللي بتبسط عملية الشراء بتحقق رضا العملاء بنسبة اكتر ب 45%. زي مثلا اير بي ان بي، من اول ما تبدأ تدور لحد ما تلاقي الشقة اللي انت بتدور عليها، كل خطوة مصممة علشان تحس بالامان والسهولة. عشان تطبق ده في شغلك، ارسم رحلة العميل، ازاي بيوصل لك، ازاي بيدفع، بيدور ازاي بيتواصل معاك بعد البيع بعد ما اشترى المنتج. خلي كل خطوة سهلة واضحة وسريعة. اخر بي هي الفيزيكال ايفيدنس او الادلة الملموسة. دي الحاجة اللي بتثبت وجود الخدمة والكواليتي بتاعتها، لان الخدمة نفسها ممكن تكون مش ملموسة. يعني مكان الشركة، الديكور، حتى الروايح اللي جوه الشركة، الموسيقى، وطبعا ده مرتبط بالسعر وباقي الحاجات من ال7 بيز. يعني ما ينفعش منتج عالي جدا وغالي ويكون المكان بتاعه مش في منطقة راقية، او المكان يكون شكله مهرجل وملخبط ومش حلو، او حتى لبس الموظفين يكون مش على مستوى كويس. بتبان في شركات اللي بتدي الكورسات او شركات الطيران. تخيل انت كده هتدفع في كورس مبلغ محترم، ودخلت لقيت المكان منعكش، ولقيت الراجل اللي بيستقبلك ملخبط ومش عارف يتكلم. تفتكر انت هتثق في انك تكمل الكورس ده؟ غالبا لا. ده بيبان قوي زي ما قلنا في الشركات او الناس اللي بيقدموا خدمات. طبعا مش بس المكان، لكن اي حاجة ملموسة، من ورق الطباعة للموظفين زي ما قلنا، لللبس، كل الحاجات دي بتسيب انطباع عند العميل على الكواليتي
والثقة بتاعته في المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. في دراسة من جورنال اوف كونسيومر بيهيفير بتقول إن وجود أدلة ملموسة زي صور حقيقية أو آراء العملاء بيقلل شكوك العملاء بنسبة 60%. عندنا أمثلة مثلا زي أوبر أو كريم، تلاقيه دايما بيحط ريفيوز بتاع الكابتن اللي هيجي لك، أو تلاقي شركات كتير قوي بتحط الريفيوز تقول ده منتج ده كذا، أو تحط تستيمونيالز انه الناس قالت علينا كذا. لان الحاجات دي بتساعد ان العميل يثق في الشركه او في الخدمه. زي امازون مثلا، عندنا التغليف موحد، الشعار، العبوه السليمه. دي مش تفاهات، دي ادله بتؤكد ان انت موثوق فيه وشغلك منظم، وانه العميل يقدر يثق فيك ويشتري منك. عشان تطبق ده في شغلك اسال نفسك ايه الحاجات الملموسة اللي العميل بيشوفها او بيحس بيها. خليها دايما بروفيشنال، منظمة ومحترمة، علشان تبني ثقة مع العميل من اول مرة. طب الكلام ده كله حلو وكلام جميل وتعلمنا منه، ايه فايدته بقى ليك انت؟ لو شغال في المبيعات، السيفن بيز لو قعدت تفكر فيها وتطبقها على المنتج او الخدمة اللي بتقدمها هيخليك تقدم حل مش بس منتج. لو شغال في دعم العملاء او في الدعاية او المبيعات اللي هي بتزور العملاء بانتظام، فانت جزء اساسي من البيبل والبروسيس. كل كلمة، كل حركة، كل حل بتعمله او ما بتعملوش ده صورة للعلامة التجارية، وطبعا هي انعكاس ليك انت كمان شخصيا. لو شايف مشكلة وصلها للإدارة علشان يبدأوا يشتغلوا على حل ليها. لو شغال في تعليم او صحة، السيفن بيز هتساعدك تبني ثقة مع العملاء مش بس تقدم خدمة. وطبعا لو بتفكر تبدأ مشروعك الخاص، فالسيفن بيز هي البداية الصح اللي هيتبني عليها كل حاجة بعد كده. الخلاصة، الفور بيز كانت البداية، بس العالم اتغير. الناس ما بقتش بس بتشتري منتجات، والمعروض ما بقاش بس منتجات. الناس بقوا بيشتروا تجارب، بيشتروا ثقة واحترام. والسيفن بيز دي مش نظرية أكاديمية ولا كلام على ورق، دي أداة عملية تقدر تستخدمها من بكرة الصبح في شغلك. خليك ذكي، خليك لعيب، ومبداش تفكر بس في البيع، فكر في الإنسان اللي وراه اللي بيشتري الخدمة أو المنتج بتاعك. لأن في النهاية التسويق الناجح مش اللي بيبيع أكتر بس، لكن اللي يخلي العميل يحس إنه مهم ويكمل معاه على اللونج تيرم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. ممكن تشير الحلقة مع أصحابك علشان الكل يستفيد. لو تحبوا تعرفوا أكتر ممكن تنزلوا تبصوا بصة على المصادر واكتبوا لنا في التعليقات عن رأيكم والنتائج اللي وصلتوا لها لما بدأتوا تشتغلوا بال7 بيز، وتحبوا تسمعوا إيه في المرات اللي جاية. شكرا.